في الاسترجاع يتفوق في الثنائيات وفي الصراعات على وسط ميدان فريق الريال. تروح الكرة مباشرة لدافيد غارسيا، الكرة الأرضية. جميل في لاس بالماس انه يهاجم لا ينتظر. ناتشو يسترجع الكرة يتوغل هنا من ناتشو. جول ناتشو وموراتا يفتح مجال التسجيل، او اسونسيو يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول. في نهاية المطاف السرعة تصنع الفارق. ناتشو فرنانديز توغل، سدد الحارس صد ماركو اسونسيو في المكان المناسب، يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم وأول أهداف الريال عند الدقيقة 33 من عمر المباراة. بالسرعة الفائقة يصنع الفارق فريق الريال. ناتشو استلم، ناتشو توغل، ناتشو سدد. اللاعب اسونسيو في القائمة الثانية من هناك. قلت لكم بأنه متقدم مقارنة بلوكا مودريتش ومقارنة أيضا بتوني كروس، يسبق حتى رونالدو الذي لم نشاهده كثيرا في هذه المباراة. ناتشو فرنانديز واسونسيو والريال متفوق جول مقابل صفر. دخلنا ربع ساعة الأخير من عمر الشوط الأول. في نهاية المطاف فك الشفرة فريق ريال مدريد بعد سلسلة من المحاولات. عناصر لاس بالماس نسات نفسها شوية، طمعوها عناصر الريال بأنهم بإمكانهم يسد صاحب 3 بطاقات صفراء اليوم، البطاقة الصفراء الثالثة في 6 مباريات. كرة صعبة وانطلاقة لصالح عناصر لاس بالماس، يبحث عن الثغرة من هناك على اليسرى من عند اللاعب جوميز. التوزيعة خطيرة وصعبة بالراس، جول. هدف التعديل للاس بالماس، يتمكن تمام من تسجيل هدف التعادل ويتمكن تمام من تسجيل الهدف الثالث. هكذا هي الكرة أمام الريال وأمام البرصا، يجب أن تلعب وفقط، لأنك خاسر وليس رابح. خاسر أمام الريال والبرصا، يجب أن تلعب. لن تخسر شيئا فوق 3 نقاط، تخسر 3 نقاط وفقط، ولكن تربح متعة وتربح كذلك مهنة وتربح ثقة في النفس. هكذا يفعلها لاس بالماس من ثالث فرصة تتيح له يتمكن من تعديل النتيجة بعد هذه التوزيعة من مومو في الوقت المناسب. بيدرو طانا هداف فريق لاس بالماس يسجل هدفه الثالث، جول على يمين الحارس كيكو كاسيا. المراقبة للكرة رائعة والتسديدة على يمين كيكو كاسيا كانت أروع رغم وجود عدد من لاعبي فريق ريال مدريد أمام واحد من أبناء النادي بيدرو طانا. التعادل هذا يخلي ريال مدريد في الريادة، ولكن الفارق بينه وبين البارسا يصبح نقطة واحدة، وبين اتلتيكو بيلباو نقطتين. كرة ممتازة والتوغل من هناك. رونالدو وبابا زيدان، كريم بنزيما يفتح يسجل الهدف الثاني للريال. كنت سأقول زيدان هو الذي أقحم بنزيما والذي فك الشفرة وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 67 من عمر المباراة. ثاني أهداف كريم بنزيما هذا الموسم مع ريال. رونالدو وحده وجها لوجه لم يقدر على التسجيل لأنه في واحدة من أسوأ مبارياته. ما العمل الآن؟ يستشير زيدان مساعده. كريم بنزيما يسمح للريال بالتنفس وتسجيل هدف ثاني. التمريرة من موراتا، رونالدو لم يكن متسللا. الصد الأول من الحارس ولم يتمكن من الصد الثاني أمام كريم بنزيما الذي أضاف هدفا ثانيا في ظروف صعبة يمر بها ريال مدريد في هذه المباراة. هدفان مقابل هدف واحد، تصبح النتيجة الآن لريال مدريد في المكان المناسب. كريم بنزيما يتمكن من استلام هذه الكرة وتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد. دخول موفق. خامس رودريغيز صاروا اصدقاء في الكيس الاحتياطي. البحث عن طانا والتوغل عن طريق المدافع ميتشيل ماسيدو امام زوج لاعبين. ميتشيل او عفوا نبيل الزهار يوزع كرة. نبيل توزيعة رائعة في القائمة الثاني كادت تشكل خطرا. هذه الكرة وصلت لطانا يوزعها مرة ثانية. كرة صعبة خطيرة. هدف التعديل لصالح فريق لاس بالماس، فعلها في ال6 دقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق اللاعب الأرجنتيني أروخو. يعدل النتيجة للاس بالماس أمام دفاع يتفرج. الكرة جاءت من هناك وصلت إلى هناك وعادت من هنالك ودخلت الشباك أمام أنظار كريستيانو رونالدو. هدفان لمثلهما لاس بالماس يعود من بعيد ويعدل النتيجة أمام الريال.
الصورة التي حدثت منذ حين، اللقطة بأكملها تعكس حال الريال ليس قبل هدف الكرة الماضية. دفاع يتفرج، كرة في العمق والتوغل من قبل اللاعب سيرجيو اروخو الارجنتيني الذي دخل منذ حين ودخل بالكرة رغم العودة من المدافع ناتشو فرنانديز. تمريرته كم كانت رائعة يا جوميش في اتجاه اللاعب اروخو الذي يتمكن من تعديل النتيجة في الخمس دقائق الأخيرة من عمر المباراة. يا كيكو كاسيا، يا كيكو كاسيا، هاي النقاط التي يحسب لها ألف حساب في نهاية المطاف عند نهاية الموسم. لاس بالماس يعود من بعيد ويتمكن من